ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده وصفه حلوه خالص وسهله وكل الناس بتحبها. هنعمل النهارده فراخ مشويه، وممكن تعمل، انا عملت جنبي رز بسمتك، عملناه قبل كده، اللي ما شافش الفيديو يدخل يشوفه. وهنعمل معاه شويه طحينه. كبير وصغير مدمن فراخ مشويه، الناس كلها بتحب الفراخ المشويه على الفحم. هنعملها النهارده بطريقه سهله خالص وبسيطه. عندنا هنا فرخة كاملة مقطعينها 4. يكون غسلينها حلو بدقيق وملح وخل ونقعينها حلو خالص بطحينة. أنا بحب أنقعها بمحلول طحينة وخل وملح. بسيبها على أقل خالص ساعة لغاية ما أي حاجة فيها تنزل، والدم مثلا لو فيها دم ولا حاجة محبوس فيها ينزل. وبريحتها بأمانة حلوة خالص، جربيها بطحينة وليمونة وخل وملح وشوية مية كده لغاية ما تغطي الفراخ. دي بتقضي على أي ريحة زفارة خطيرة. عندنا هنا فرخة هنقطع كل ربع على حسب ما تقطعيه، بس كل ما تكون القطع صغيرة كل ما يكون أفضل. تمام، يعني هنقطع الدبوس كده مع بعض، وهنقطع باقي الورك على 2. كل ما تقدر تقطعيها أصغر قطع صغيرة هتستوي معاكي حلوة على الفحم وبحلوة. بس أنا بقطعها 3. انت عايزة تقطعيها أكتر من كده قطعيها بروحتك. ماشي يا حبايبي، هنقطع الفراخ كلها قطع صغيرة زي ما اتفقنا. عشان ايه؟ ما تطلعش نية على الفحم، ولا في حتة استوت ولا حتة نية. حاولوا تقطعيها على قد ما تقدري حتت صغيرة. تمام يا حبايبي، هنقطع الفراخ زي ما انتوا شايفين زي ما اتفقنا. دي طريقة حلوة خالص. بدل ما تشتريها من برا، انتوا ممكن لو عندك شواية تشوي في البيت، او ما عندكش شواية ممكن تشتريها، هي مش غالية. وتشتري الفحم وتشتري حاجات بتاعت الشوية كلها وتشوي بروحتك. انت اول مرة بس هتحسها اللي هي غالية عشان جبت الشواية وجبت فحم وحاجات. بس ما دام ما عندك الشواية في البيت، فيما بعد يعني هتقدر تشوي في اي وقت انت عايزة تقدر تشوي فيه. ماشي يا حبايبي. طريقة حلوة خالص. بدل انت اقل فرخة تشتريها من بره بكام الوقت؟ اقل فرخة ممكن تشتريها من بره ب200 او 300 جنيه مشوية، بالطحينة بالخضار بتاعها بكله. انت تعملها في البيت مش هتكلفك 100 جنيه بكتير خالص. لو جبت فرخة كبيرة وعملتيها بالفحم بكله هتدخل عليك ب100 جنيه. هتاكلي انت وبيتك وعيالك بأحلى أكلة ممكن تاكليها. هنقطع الفراخ زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. هنقسم الجناح لوحده، باقي الصدر هنقطعه. الصدر معايا انا قطعته على 3 أو 4، مش عارفة. قطعته على 4 زي ما انتوا شايفين كده عشان صدر كبير. هنشطفهم بعد ما قطعناهم حلو خالص تاني مكان ايدينا ومكان التقطيع. شايفين قطعة حلوة كبيرة مش صغيرة، شايفينها؟ وادي الدبوس. هنعمل بقى الخلطة بتاعت الشوية. عملناها قبل كده لو تفتكروا في فيديو، عملنا فيه فراخ مشوية ورز بسمتك وملوخية، بس عملناها في الفرن ما عملناهاش على الفحم. المرة دي هنعملها على الفحم. ماشي، لو ما شافش الفيديو يرجع يدور على الفيديوهات ويشوفه. فيديو حلو خالص وسهل. بدل ما انت مثلا مستغلية حوار الشواية تشويها في الفرن، هيطلع نفس النتيجة بالظبط. هي عندنا هنا طماطم، 6 طماطمات وبصلتين وسط او بصلة كبيرة. ماشي يا حبايبي، هنقطع الطماطم كلها ونقطع البصلتين ونفرمهم في الخلاط. عندنا الخلاط بتاعنا اهو. وهنقطع الطماطم زي ما انتوا شايفين. هنقطع الطماطم. واللي لسه ما اشتركش في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس ودوسوا لايك. ناس كتيرة بتدخل تتفرج على الفيديوهات وبتعجبها، بس مش بتشترك في القناة خالص. يعني أنا عندي فيديوهات كتيرة، ناس كتيرة بتدخل تتفرج عليها ومحدش بيشترك لي في القناة. زي ما اتفرجت وعجبك الفيديو دوس اشتراك ودوس لايك. خلاص يا حبايبي عشان القناة تكبر بيكم بسرعة.
هنفرم الطماطم حلو كده في الخلاط، وبعد كده هنحطهم في بولة. دي الطريقة دي انسيها، انسيها في اي حاجة مشويت، اي حاجة مشويت لازم الطريقة دي تعمليها. عملت انا نفس الطريقة دي برضو في فيديو الفراخ بتاع المشوية، هي انا الصراحة مش بغيرها ابدا في اي حاجة. حطينا هنا ملح، 3 معالق ملح صغيرين، ومعلقة فلفل صغيرة، ومعلقة بهارات فراخ مشوية صغيرة، ماشي، ومعلقة بصل بودرة، ومعلقة بصل توم بودرة، ماشي يا حبايبي. وهنحط نص معلقة جنزبيل، اختياري، عايزة تحطي حطي، مش عايزة بروحتك. وهنحط علبة زبادي كبيرة، او عندك لبن في البيت مش شرط يعني زبادي، او عندك رايب في البيت، اللي عندك في البيت حطيه، مش شرط تشتري حاجة من بره. ونحصر ليمونية كده حلوة، من كبر الليمونية ما كنتش عارفة احصرها في العصارة بتاعت الليمون، ليمونية كده كبيرة او 2 صغيرين، مش يا حبايبي. الليمون كده بيدي مزازة كده وبحلوة. وهنقلب الخليط ده كله حلو، وبعد كده نحط الفراخ بتاعتنا ونسيبها بقى ساعتين 3. انا الصراحة سبتها من الصبح لغاية الليل، عملنا الفراخ دي في السهرة بالليل، زي ما انت عايزة. عايزة تسيبيها من بالليل للصبح وبقى افضل. كل ما الفراخ تقعد في الخلطة دي، كل ما الفراخ بطعمها حلو وجميل، ماشي. هنسيبها كده من الصبح لليل او ساعتين 3، زي ما انت عايزة، على قد ما تقدر تسيبيها سيبيها. هنقلبها حلو كده، تشرب بقى من البهارات بتاعتها وبطعمها خطير وحلو. خلاص، غطيها كده واركنها على جنب. الجو شتا، عمرها ما هتبوظ ولا هيحصل لها اي حاجة. هنسيبها كده على جنب مدة ساعتين 3. بعد كده، بعد ما سيبناها شوية كده حلوين، عندنا فحم. الفحم ده عايزينه يولع بسرعة. هنولع البوتاجاز، احط 2 كده حلوين كبار، والباقي في الشواية. هولع كده عين البوتاجاز، وهحط 2 كبار زي ما اتفقنا، عايزينه يولع بسرعة. عشان انا لو ولحت حطيت مثلا الفحم في الشواية وولحت ورقة، هيولع حتة وحتة لا. احنا هنحط حتتين على البوتاجاز يولعوا، وباقي الفحم احطه في الشواية زي ما اتفقنا كده. وعندي فحم تاني، كل ما اعوز فحم احط، مش عايزة على حسب كمية الفراخ اللي انت عايزاه عاملاها. يعني لو عاملة فراخ كتيرة حطي فحم، مش عاملة فراخ كتيرة حطي ايه على الجد، كل ما تعوزي حطي، عشان الفحم ده ما دام ولحتي ما يرجعش يولع تاني. خلاص، هقلب كده الفحم على البوتاجاز عشان يلقط النار بسرعة ويولع بسرعة، ماشي يا حبايبي. شايفين يا حبايبي الفحم ولع ازاي بسرعة. اول ما يولع كده حطيه في وسط الفحم اللي احنا حاطينه في الشواية زي ما انتوا شايفين كده، واقعد اهوي فيه كده لغاية ما يولع. شايفين لما ولعناه على البوتاجاز ولع ازاي بسرعة. كده مش هيكمل معاك 10 دقايق والفحم كل اللي موجود في الشواية ده هيولع. طريقة سهلة وبسيطة وتقدر تعملها على طول. انا طبعا انا مش بشوي، انا ربنا يخليه جوزي ليا هو اللي بيشوي، واولادي طول ما في شوية في البيت استحالة يقعدوا ساكتين، يفضلوا رايحين جايين رايحين جايين لغاية ما الفراخ تخلص. عندنا هنا مدمنين شوي، لازم الفراخ المشوية دي في البيت. زي ما اتفقنا اي حد بيحب الفراخ المشوية على الفحم. هنقعد نشوي كده لغاية ما نقعد نهوي كده لغاية ما الفحم كله يشتغل. هنحط هنا سخين عشان الفراخ مبقاش قريبة قوي على الفحم. احنا عايزين الفراخ عالية على الفحم شوية، عشان الفحم ما يحرقش الفراخ بسرعة، وبالفراخ نية من جوه ومحروقة من بره. هنا بعد ما سيبنا الفراخ زي ما اتفقنا، انا قلت لكم انا هعملها بالليل في السهرة، يعني عملتها من الصبح لغاية الليل، ماشي يا حبايبي.
هنحط الفراخ دي، هنطلع قطع ونحطها على الشبكة بتاعت الشوية. هنملى الشبكة على حسب ما تكفي، وبعد كده نقعد بقى نشوي فيها لغاية ما تحمر وتاخد اللون الحلو بتاعها التحمير ده، وريحة الفحم ما اقولكيش توديكي في حتة تانية خالص. ما تنسيش تشتركوا في القناة، وفعل الجرس ودوسوا لايك عشان القناة تكبر بيكوا حبايبي. هنقفل الشبكة حلو كده ونقعد بقى نشوي اول زي ما انت عايزة. انا الصراحة عملت رز بسمتي كده جنبيها، عملته قبل كده في الفيديو، اللي ما شافش الفيديو وما شافش الطريقة يدخل يعمل، وما رضيتش اعمله تاني عشان ما حدش يقول ايه انت عملتيه قبل كده. عملت بس معاكم الفراخ المشوية عشان ما عملناهاش قبل كده مع بعض. ماشي يا حبايبي، عملت كده جنبيه شوية طحينة، وعملت رز بسمتك، وكانت أكلة بأمانة حلوة خالص خالص خالص. هنقعد نهوي كده لغاية ما الفراخ تحمر وتستوي حلو، كل شوية تقلبيها من الناحية دي للناحية دي عشان الفراخ تاخد لونين، من اللون ده واللون ده، من الجنب ده والجنب ده. هي خلي بالكم مش بتاخد وقت كتير، طول ما الفحم مولع حلو مش هتاخد وقت خالص. نقعد نقلب فيها كل شوية عشان ما تسويش من ناحية وناحية لا. خلاص يا حبايبي، وطول ما انت قاعدة هوي بالهواية، ما عندكش هواية هوي بكراسة، بأي حاجة عندك في البيت هوي بيها. هنقعد نهوي كده لغاية ما الفراخ تستوي، كل شوية زي ما اتفقنا قلبيها. ما شايفين؟ كل مادة كده بنقلب عشان الفراخ ما تستويش من ناحية وناحية لا. ريحة الفحم بقى وانت قاعدة تشوي كده كأنك قاعدة في أحلى مطعم فيك يا منيا. احنا بس أحلى مطعم انت قاعدة فيه. نقعد نقلب كده حلو خالص. شايفين الفراخ بتاعتنا حمرت ازاي؟ خدتش وقت زي ما اتفقنا، كل بس مادة كده تقعد تقلب حلو عشان الفراخ بتاعتك تستوي من كل ناحية فيها، تستوي بحلوة. شايفة مستوية ازاي من الناحيتين، محمرة حلو وعلى نار هادية، وريحة الفحم خطير خطير خطير. هنا قطعت شوية بقدونس كده في الطبق عشان هنطلع عليها الفراخ بتاعتنا خلاص استوت. شايفين يا حبايبي الدخينة طالعة؟ ما اقولكوش، اللي هيتفرج على الفيديو ده لو مش جعان هيجوع، واللي ما عندوش شواية يروح يجيب الشواية ويعملها. طريقة حلوة خالص وسهلة وبسيطة، ويا رب تعجبكم وتنفذوها. واكتبوا لي بقى في الكومنتات، انا استنى الكومنتات بتاعتكم الحلوة دي اللي بتشجعنا على طول، وعلى طول مفرحانا بالكومنتات الحلوة بتاعتكم. هنطلع الكمية وهنرص باقيهم، وهنقعد برضو نشوي بنفس الطريقة. كل بيضة هنقلب من الناحيتين لغاية ما يحمر من كل حتة في الفراخ. شايفين؟ كل بيضة نقلب كده لغاية ما يحمر. أكلة سهلة خالص وبسيطة، ورب تعجبكم. كل بيضة كده هنقعد نقلب لغاية ما الفراخ تحمر حلو. الأكل بتاعنا خلاص خلص، ويا رب يعجبكم. ومتنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا لايك، والقناة تكبر بكم حبايبي. يا أحلى عيلة معايا على اليوتيوب. عملنا زي ما اتفقنا رز بسمتك، وعملت معاهم طحينة، وادي الفراخ المشوية. يا رب تعجبكم. مستنين ايه؟ يلا بقى قوموا اعمليها. باي.